عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من فضلك الاستاذ الدكتور بيقول ان مصر عندها 50 قناه اعلاميه وكانوا الجزائريين بيحسدونا والكلام من ده. عفوا ليس الموضوع بالكم، 50 قناه وبيؤدوا الى عكس المراد وبيؤدوا الى عكس المطلوب، واحنا لسنا اصحاب رياده اعلاميه، احنا لسنا اصحاب رياده اعلاميه. البرنامج انت حضرتك بتقول ان البرنامج هيسأل الناس والكلام من ده اللي هو عمله محمود سعد، وبتنقل المسؤوليه عن محمود سعد وبتلقوا المسؤوليه على وزير الاعلام، وده خطأ كبير جدا. يعني واضح من المنهج اللي انتوا ناهجينه النهارده ان كنتوا عايزين تدمروا وزير الاعلام، هو ده من الاخر يعني. طب قول لي حضرتك انت المسؤوليه تقع على مين؟ المسؤوليه تقع على محمود سعد اولا واخيرا وعلى الشيخ خالد الجندي اولا واخيرا. محمود سعد ما حدش ضربه على ايده وقال له جيب الناس عشان بس ما نخش. النقطه اللي بعد كده والاخيره، طب اسالك هو محمود سعد مشارك في بس ان هو احضر الضيوف واختار الحلقه؟ أيوة. ولا اخطا برضه في اداره الحلقه نفسها؟ محمود سعد اخطا في اختيار الضيوف واحضر في الموضوع بالكامل واخطا في مناقشته للموضوع. طيب انت جايب ناس عشان تصالحهم، ما تقعدش تفتح موضوعات وتجيب طيب اخطا الشيخ خالد الجندي في ايه؟ الشيخ خالد الجندي اخطا في انه لبس الجبه والكاكولا وجاب السبحه الكبيره دي وعملها تمثيليه. قناة الفراهين الو معاك انا سامعك. قناة الفراهين بتعمل حاجات اسوأ من الحاجات دي، وبيطلع الدكتور توفيق بيهاجم الوزراء وبيهاجم رئيس الوزراء بطريقة لا تليق، وبيقول على الدكتور نظيف يا دكتور كلين. هل هذه هي الديمقراطية يا دكتور توفيق؟ هل هذه هي الديمقراطية يا استاذ دايما شندويلي الاستاذ عضو مجلس الشورى؟ ان دي لا خليه هو راح فين؟ انا سامعك. هو بص احنا عندنا قمه الديمقراطيه اهي. اتفضل. اتكسر بقاله سنين وبيقول لك لابد من وقفه. الوقفه دي لم تجي ولن تحدث في مصر، بدليل ان الدكتور مفيد شهاب رأس لجنه قبل كده لمحاسبه الناس المقصرين في حصول مصر على صفر المونديال. ارجو ان هو يقول لي ايه نتيجه اللجنه دي. ارجو صادقا يقول لي نتيجه وارجو ان قناه الفراهين ما تصيرش موضوعات، عشان انت جايب الحلقه ثاني تعيدها تاني وانتوا عايزين تضحكوا عليها وانتوا بتنتقدوها وجايبينها عشان تاخدوها تاني عشان تضحكوا الناس علينا تاني. لا هو حضرتك يا استاذ يوسف عارف فكره برنامجنا ولا لا؟ برنامج غلط، فكرته غلط من الاساس. فكرته غلط ان احنا بنوضح للناس الصوره كامله. لا ده انتوا كده هرب عتيم والعالم يضحك علينا النهارده. ايه؟ العالم والعربي والدنيا كلها تضحك علينا. استاذ يوسف الحلقه لما اتذاعت العالم العربي ما ضحكش علينا؟ انت بتضحك انت بتنتقد الحلقه انها اساءت الى مصر، انت النهارده بتعيد الاساءه تاني وبتقول يا اللي ما شفتش الحلقه تعالى شوف المصايب اللي بتحصل في مصر. تمام ما احنا بنقول احنا سايبين المصايب وجايبين حاجه ثانيه خالص بنيجي بقى الشعب. ليست هذه هي الديمقراطيه. امال الديمقراطيه ايه؟ الديمقراطيه يا استاذ؟ الديمقراطيه انك انت تنتقد في احترام وبذوق طيب ايه انا خرجت عن النقد يعني الموضوع ايه؟ مرتضى منصور ويقول انا هدخل مصر، كنتوا فين لما نحط الجزمه في المقصوره اللسان؟ طيب استاذ يوسف انت تستفاد ايه لما تسمع حاجه شخصيه والفاظ خارجه؟ فندم؟ لما انت تسمع خلافات شخصيه والفاظ خارجه، انت قاعد في بيتك انت وزوجتك وبنتك قاعده جنبك بتتفرج. انا اقر هذا المبدا، انما انت اللي بتقره، انت بتعيد. لا يا فندم انا ما بقرروش، ده بالعكس انا بعرف جزء من الناس اللي هي ما شافتش عشان تكون راي عام. انا بقول لهم اللي حصل ده غلط فيقول لك لا ما احنا ما شفناش، فانا جزء ان انا بعرض لهم جزء من اللي هو اتعرض. القنوات الخاصه اساءت الى مصر اكثر مما اساء منها. طيب استاذ يوسف اسمح لي خليك معايا على الخط، انا هاخد بس راي الدكتور توفيق عكاشه عشان يبقى فيها ديمقراطيه كامله. ماشي. على فكره انا من منصوره وبلديه الدكتور عكاشه. طيب تمام جميل، وانت قدمته وانا عايز اسمع رايه. دكتور توفيق لا هو مش معايا. ارد استاذ محسن؟ طب خليك معايا يا استاذ يوسف. استاذ محسن اتفضل. شكرا على المداخله، والحقيقه فيها نقطه بيقول ان في عشوائيات. احنا لا ندافع الان عن الفضائيات. الفضائيات والتلفزيون المصري مليئه بالمغالطات وبتتجه نحو تدمير اخلاقيات موجوده داخل المجتمعات. لكن اللي انا عايز اقوله كيف نصحح منهجنا وسياستنا.
احنا مش واقفين مع قناه لا فضائيه معينه ولا مع قناه خالص، احنا بنتكلم حول اعلام خاص ملكك يا استاذ يوسف وملك الناس اللي قاعدين. هذا الاعلام له رساله. لما تيجي تشوف اي خلل موجود في مؤسسه من مؤسسات الدوله يفرق عن مؤسسه خارجيه خاصه، تفرق. الفرق بين المؤسسه الخاصه والمؤسسه التي يملكها الدوله ان دي بتؤثر على الدوله، ودي هي ملك الدوله ستكون لها وبال على المجتمعات. والمفروض ان المؤسسه الاعلاميه تكون قدوه بالنسبه للفضاءات الاخرى. هسمع نفسي انت حضرتك قلت بعض الاجابات كويسه، بس احنا القعده انا الحقيقه ما جبتش اسم من اسماء الناس اللي موجوده، وقلت في بدايه الحلقه انا مش جاي عشان اكمل المؤامره ان احنا ما ذكرناش لا اسم الضيوف لا فلان ولا فلان نهائي شارك في الموضوع. انا بعتبر ان التلفزيون المصري والسياسه الاعلاميه اللي موجوده هي تغييب الشعب عن الحقائق اللي موجوده. ليه ما كانش جاب؟ يعني انا اعرف ان في شخصيه زي شخصيه الدكتور زويل منعت، وقدمت السؤال لوزير الاعلام، انتم منعتوا الدكتور زويل من انه يظهر على التلفزيون اللي هو ملك الشعب كشخصيه ورمزيه زي الدكتور البرادعي ايضا وكثير من رموز هذه الدوله وهذا الوطن. ليه اتمنعوا؟ وبعد فتره طويله قال مفيش منع. طب ما انا عارف انه مش هيطلع قرار، لكن ده توجيه شفوي. وبعدين زي ما ذكر دلوقتي التلفزيون المصري اشترى مسلسل ب 21 مليون بضعف التكلفه من مسلسل المفروض لو التلفزيون المصري حريص على توجيه وتحقيق الرساله الاعلاميه كقدوه للفضائيات الاخرى كان هو الذي شارك في صنع، لان عنده قطاع انتاج موجود داخلي، بدل ما المبلغ ده كان ممكن ينتج له 3-4 مسلسلات لهم مستهدفات ولهم ايه يعني الهدف. ولذلك انا بقول في عشوائيات، اللي حضرتك بتقول ان في عشوائيات موجوده، هذه العشوائيات لابد ان احنا نجد لها حل. ومش هنبقى احنا بالنسبه لينا الرياده في الاعلاميه، مش هنستعيد عافيه مصر في الرياده الاعلاميه الا اذا عملنا نقابه وحررنا التلفزيون من قيود النظام وحررنا هذه الرساله الاعلاميه، واصبح في مساق شرف هو الذي يعالج مثل هذه الامور. احنا قاعدين عشان نصل الى حل، مش عشان نعيد الحلقه اللي موجوده، ولا ان احنا نتخذها مقصه عشان نحاسب بها مسؤول. المسؤول النقطه الثانيه بقى اللي انا عايز اوجه حضرتك فيها، محمود سعد لما بيقدم برنامج ما بيقدمش البرنامج اللي هو صاحب القرار. ده هذه رساله، ده جزء من رساله. هل رساله التلفزيون المصري بيعمل صلح بين شخصين بينهم معارك موجوده في القضاء؟ هل دي رساله؟ بصرف النظر لو كانت حتى لو كان حقق من وراها فائده الصلح، ماشي رسالته كده تمام. يا استاذ محسن لا خليك معايا يا استاذ يوسف، انا هسمع باقي الاراء. هجبت لك على التليفون الدكتور توفيق اللي انت هاجمته. دكتور توفيق يا مساء الخير. يا مساء الخير، ازي حضرتك؟ انا برحب بحضرتك وبرحب بجميع الزملاء الموجودين عند حضرتك والاساتذه الافاضل الساده النواب وايضا الاستاذ الدكتوره هدى، وانا برحب بالاستاذ يوسف. بس هو مبدئيا انا عايز اقول دكتوره هويده، هو مبدئيا الاستاذ يوسف مش من المنصوره، لان لكنه الاستاذ يوسف لا علاقه لها بمحافظه الدقهليه. انا من الغرة بجد؟ اسمك ايه بقى؟ انا اسمه يوسف عبد السميع. يوسف ايه؟ يوسف عبد السميع. عبد السميع ايه؟ احنا مش قصتنا يا دكتور توفيق هي القصه دي. هل انت ما خطبتش الدكتور نظيف بتقول ده دكتور كليم حصل ولا ما حصلش؟ بص يا بيه بعد اذن حضرتك، اتفضل. يعني حضرتك طبعا في قناه ليبراليه، وان لم تكن في قناه ليبراليه تتيح الحديث لجميع الاراء. ما كنتش حضرتك اتكلمت بكل حريه تمام وبكل ديمقراطيه، لانه كان من السهل ان ممكن الكنترول يقطع على حضرتك الخط. انما انت النهارده حضرتك اتكلمت بكل حريه وبكل ليبراليه، وعندما راوا ان انا لازم اتكلم فاتصلوا بيا على اساس ان انا اعمل، وانا كنت سامع حضرتك وما كنتش ناوي اتكلم واسيب حضرتك تتكلم براحتك في الموضوع يا دكتور توفيق، لكن بعد اذن عليك يعني احنا ادينا لحضرتك الفرصه، فارجو ان حضرتك تدينا الفرصه. اتفضل. هذا الموضوع الذي يناقشه الزميل ايمن الشندويدي والذي يستضيف فيه نواب افاضل واستاذه متخصصه في علوم الاعلام، انما الهدف منه هو توضيح الرؤيه. هل هذا البرنامج قد افاد الشعب المصري ولا ما افادش الشعب المصري؟
انضم صوتي لصوت الاستاذة الفاضلة في الاعلام، لان انا احب بس اوضح لحضرتك ان هناك مدارس للاعلام. من ضمن هذه المدارس المدرسة الاوروبية التي تؤمن بان يكون الاعلام هو انعكاسا لما يدور في المجتمع، يخرج الاعلام من المجتمع ثم يعود الى المجتمع لكي يلعب دورا في تنوير هذا المجتمع، وفي ايضا في بناء ثقافة مناسبة لهذا المجتمع ومتوافقة مع تنمية هذا المجتمع. النقطة الثانية ان احنا ما بنجلدش حد ولا بنوجه هذا الموضوع لجلد احد، لان هناك سؤال انا بعثت به للزميل ايمن الشندويلي: هل هذا البرنامج من انتاج اتحاد الاذاعة والتلفزيون